السيد عادل الرياض في بلده الثاني مجيء إلى بغداد. خصوصا هذه الزيارة تعتبر الأولى على مستوى وزير الخارجية بعد أن حصلت آخر زيارة قبل منذ 27 سنة عام 1990. فنرحب بهذه الزيارة وستكون إن شاء الله خطوة دفع ودعم لتحقيق المصالح المشتركة بيننا وبين المملكة على أكثر من صعيد. ونتطلع أيضا إلى تحقيق تعاون، خصوصا أننا نواجه عدو مشترك هو الإرهاب وداعش. واليوم تسجل القوات المسلحة العراقية بمختلف مكوناتها انتصارات باهرة، حررت صلاح الدين وحررت الأنبار، وتحرر إن شاء الله في الأشواط الأخيرة لتحرير مدينة الموصل. فنأمل أن تلعب هذه العلاقة دورا مهما في تحقيق المصالح ودفع الأخطار المشتركة، وبنفس الوقت أيضا تحريك بعض الملفات التي تدخل في صالح البلدين، يعني أدنى المنافذ الحدودية تطويرها، فتح مركز جميمة والتعاون في المجال الاقتصادي. آفاق كثيرة جدا ممكن أن يصير التعاون بيناتها. سبق وأن حصل تعاون بين الدول العربية عموما، وكانت المملكة العربية السعودية إحدى هذه الدول من توحدت وتنسقت المواقف، والعراق سبق وأن حقق إجماع عربي. لما نقول إجماع عربي في جامعة الدول العربية يعني كل الدول بما فيها المملكة العربية السعودية. فأمامنا آفاق كثيرة لتحقيق هذه المصالح وترويج المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر. مرة أخرى نرحب بمعالي الأخ عادل الرياض في مجلس الثاني. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا جزيلا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا أن أقوم بزيارتي الأولى لجمهورية العراق الشقيقة، وأشكر الأشقاء في العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة بالنسبة لي شخصيا وللوفد المرافق. بداية نقلت تحيات سيدي خادم محمد الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد ولي العهد إلى القيادة العراقية، وتطلع المملكة العربية السعودية لبناء علاقات مميزة بين البلدين الشقيقين. المملكة العربية السعودية والعراق يعتبروا جزء واحد. هناك روابط أسرية، هناك روابط قبلية، هناك روابط جغرافية، هناك روابط تاريخية، هناك أيضا مصالح مشتركة عديدة، سواء في مواجهة التطرف والإرهاب أو في فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. تاريخ المملكة العربية السعودية والعراق كان تاريخ مشرف. نحن نقف على نفس المسافة بين العراقيين من ناحية العرق أو المذهب أو الطائفية أو الدين، ونحن يؤلمنا كثير قتل أي عراقي من قبل أي عراقي آخر، ونهني الحكومة العراقية على الإنجازات التي حققتها في مواجهة الإرهاب. المملكة العربية السعودية والعراق يواجهون آفة الإرهاب سواء من داعش أو القاعدة أو غيرها من المنظمات الإرهابية، وهناك رغبة في العمل معا للقضاء على هذه الآفة. كان الحديث مع معالي الوزير ومع دولة رئيس الوزراء مثمر وبناء وإيجابي جدا. استعرضنا فيه المواضيع التي تطرق لها معاليه، وأنا مرة ثانية أعبر عن سعادتي لهذه الزيارة وتطلعي لزيارة مرة ثانية في القريب المستقبل بإذن الله. وأشكر الأشقاء في العراق مرة ثانية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. شكرا. شكرا جزيلا. الله يخليك.